أنا ليا واحد صاحبي وإحنا في المدرسة كان فاشل وكل سنة ينجح بالعافية على درجة النجاح، وأمه تعبت وما بقتش لاقية معاه حل، وقالت له أنت لازم تشتغل وتعرف إن الجنيه مش بيجي بالساهل، وإني بتعب عشان أصرف عليك أنت وإخواتك. وفعلا الواد نزل اشتغل في مطعم كبدة وحواوشي على أول شارعهم وعمل اللي أمه قالت عليه. بس المشكلة إن الواد من أول أسبوع بقى هو اللي شايل المحل كله، وده كان عاجب صاحب المحل جدا عشان بقى يقعد قدام المحل يشرب شيشة، والواد هو اللي بيعمل كل حاجة وكمان بيبيع للزباين. وعشان صاحب المحل كان كريم وعايز يبسط الواد ويحببه في الشغل كان بيديله فلوس كتير، لدرجة إن أم صاحبي ده لما قعدت تشوف ابنها عمل فلوس قد إيه في أول شهر اتفاجئت إنه كان قريب من مرتبها اللي بتقبضه من شغلها موظفة في الضرايب. ما ينفعش تشوف اسم سيدنا محمد وما تعملش إعجاب ولا حتى تصلي عليه في التعليقات. ولكم أن تتخيلوا إن صاحبي ساب الدراسة واشتغل في المحل لحد ما جمع فلوس وراح اشتراه من صاحبه وجدد المحل وعمل افتتاح كبير، والنهارده صاحبي ده عنده أكبر سلسلة محلات كبدة في المنوفية.